ايه اللي هيحصل لك لو دخلت في منطقه الاوفر تريننج؟ الاوفر تريننج دوت يعني انت بتتمرن بشده عاليه زياده عن اللزوم اكتر من اللي جسمك بيتحملها، وبينتج عنه حاجه اسمها الشوارد الاكسجينيه المدمره للخلايا. ايه بقى الشوارد الاكسجينيه المدمره للخلايا دي؟ باختصار كده، زياده الحمل التدريبي بتبتدي تستهلك كميات اكسجين اكتر من اللي انت بتاخدها في وقت الراحات بتاعك، فبالتالي الاكسجين بيفقد جزء من ذراته، فالذرات دي بتبدا تدور على الالكترونات اللي ناقصاها جوه جسمك، وهي في طريقها ده بتبدا تدمر جزء من خلايا جسمك اللي من جوه، وده بينتج عنه ان انت بيحصل لك شويه امراض وجسمك بيتعب. وبيتم انتاج الشوارد دي لما بتخش في منطقه الاوفر تريننج عن طريق حاجتين. اول حاجه بسبب نقص الالكترونات اللي بتقل من ذرات الاكسجين، وده زي ما قلت لك بسبب زياده الحمل التدريبي بتاعك، ده بينتج عنه زيادة الشوارد الأكسجينية. الحاجة التانية، لما بتبدأ تتمرن زيادة عن اللزوم بيبتدي الدم يبعد عن الأجهزة الحيوية ويركز أكتر على العضلة اللي أنت بتتمرنها أو مجموعة العضلات اللي أنت بتتمرنها. ده بدوره بيأثر على الأجهزة الحيوية زي الكبد والطحال والمعدة، وبيأثر عليهم بسبب نقص الأكسجين الحاد اللي هو الهايبوكسيا. وبعد ما بتخلص تمرينك بيبدأ الدم يتوزع تاني على الأجهزة الحيوية اللي حصل لها نقص الأكسجين وانت بتتمرن. ودي عمليه بيعرفوها في الطب باسم ريبير فيوجن، والعمليه دي عاده بيكون معاها انتاج كميات اكبر من الشوارد الاكسجينيه، وفي حالات معينه ممكن تحصل فيها العمليه دي للعضلات اللي انت مرنتها زياده عن اللزوم واللي استهلكت كميات اكبر من الاكسجين المستهلك في الطبيعي. وبعد العمليه دي جسمك بيبدا يفرز مضادات اكسده طبيعيه، بس في حاله الحمل الزائد عن امكانيات جسمك الطبيعيه لافراز المضادات دي بتبدا الشوارد الحره تدمر الخلايا. وهنا بيجي دور التغذيه، ان انت لازم تدخل في الدايت بتاعك انواع اكل فيها مضادات اكسده وفيتامينات زي فيتامين ه وفيتامين د. وانتاج الشوارد دي بيأثر كمان على عمليه الاستشفاء اللي بتحصل بعد التمرين، وده اللي ممكن يطول معاك مده الوجع اللي انت بتحس بيه بعد التمرين لاكتر من 3 ايام. وده عكس ما قال العبيط زي ما قلت لكم قبل كده، ان هو بيحب يمرن اشكال كتير للعضله زي البنش عشان يحس بوجع التمرين بتاعها لمده تزيد عن اسبوع. فهو بيحاول يفهمكم ان هو الموضوع مفيد، بس زي ما قلت لك ده بيكون بسبب الشوارد اللي تم انتاجها في جسمك بسبب الاوفر تريننج، واللي خلت عمليه الاستشفاء تاخد مده اكبر عن المعدل الطبيعي بتاعها. استنى الفيديو الجاي واقول لك يعني ايه مضادات اكسده، ولو اول مره تتفرج عليا ما تنساش تعمل لايك وفولو وحركه اكسبلور عشان غيرك يستفيد، وتقول لي في الكومنتات لو حابب نتكلم عن حاجه في الفيديوهات الجايه.